أهلا بكم في غوص عميق جديد. اليوم عندنا يومين حافلين جدا في عالم الكرة، 26 و 27 يونيو. في أخبار وتقارير كثيرة عن سوق الانتقالات الصيفي، وكمان نهاية دور المجموعات في كأس العالم للأندية. فمهمتنا اليوم نستخلص أهم الأحداث والرؤى من كل هالحركة. أهلا بك. وهي فعلا فترة مثيرة جدا، فيها تقاطع مهم. الأندية قاعدة تبني للموسم الجاي بالصفقات، وبنفس الوقت تنافس في بطولة عالمية كبيرة. بنشوف استراتيجيات الفرق تتشكل قدامنا. صحيح. طيب خلينا نبدأ بسوق الانتقالات. الوضع لسه حامي، صفقات رسمية وشائعات قوية. لفت نظري مثلا ليام ديلاب، اللاعب الشاب، راح لإبسويتش، مبلغ كبير حوالي 35 مليون ونص يورو. وكمان فريمبونج لليفربول ب40 مليون. استثمارات كبيرة في الشباب. بالضبط. والمثير هنا مش بس الأرقام ولا حتى الاستثمار في لاعب واعد زي ديلاب. النقطة هي حجم المخاطرة اللي الأندية مستعدة تاخدها مقابل الإمكانات. وفي حالة فريمبونج أو حتى تا لبايرن بمبلغ أقل بكتير طبعا، نشوف الأندية الكبيرة كيف تدور على حلول محددة جدا. السوق صار عالمي بشكل واضح لتلبية هذه الاحتياجات. وإذا انتقلنا للشائعات، وضع برشلونة شكله معقد مرة. في كلام عن سباق لتجديد عقد ديونغ ومصير نيكو ويليامز اللي لسه مو واضح، وكل هذا مربوط بقاعدة 1:1 المالية. تماما. وقاعدة 1:1 دي ببساطة برشلونة لازم يدخل يورو من البيع عشان يقدر يصرف يورو على لاعب جديد، وهذا يفسر كثير من التحديات اللي عندهم. وبالمقابل نشوف الطموح السعودي مستمرة بقوة. عرض النصر لجيسوس، كلام عن ثيو هرنانديز للهلال، دي مش مجرد صفقات عادية، دي رسائل عن طموح الدوري ومكانته. وهنا في نقطة تقاطع مهمة جدا بين السوق والبطولة نفسها. نافذة الانتقالات الخاصة بكأس العالم للأندية، فترة قصيرة فتحت من 27 يونيو ل3 يوليو. صحيح. وهذه النافذة مش مجرد إجراء روتيني. تخيلي فريق يتأهل لدور ال16 بس يفقد لاعب مهم للإصابة أو ينتهي عقده. النافذة دي اللي تسمح بإضافة أو استبدال لغاية 6 لاعبين ممكن تكون فعلا شريان حياة تكتيكي، وممكن جدا تغير موازين القوى في الأدوار الجاية بعد استراتيجي جديد تماما وسط البطولة. فعلا. طيب، وبالحديث عن البطولة، خلاص دور المجموعات انتهى رسميا يوم 27. شفنا نتائج قوية. السيتي مثلا اكتسح يوفنتوس 5-2. ريال مدريد فاز بسهولة على سالزبورغ 3-0. وطبعا فوز الهلال الحاسم على باتشوكا المكسيكي 2-0. وكما كان متوقع إلى حد كبير. المتأهلين لدور ال16 أغلبهم من أوروبا وأمريكا الجنوبية. أسماء كبيرة طبعا، ريال مدريد، السيتي، بايرن، بالميراس، فلامينغو، كلهم موجودين. بس مستوى بعض الفرق دي كان رسالة قوية جدا للمنافسين. لكن خلينا نركز شوية على الإنجاز العربي الأهم، تأهل الهلال السعودي. هو الممثل الوحيد اللي باقي للعرب وآسيا، ومواجهته الجاية ضد مانشستر سيتي. يا ساتر، مواجهة صعبة جدا. وبالمقابل للأسف فرق عربية تانية ودات البطولة بدري، الأهلي، الترجي، العين، الوداد. تأهل الهلال أكيد إنجاز تاريخي كبير، ويؤكد على جودة مشروعهم. الفوز على بطل كونكاكاف باتشوكا ما كان سهل أبدا. أما خروج الفرق الثانية رغم زيادة عدد المقاعد فيوضح أنه لسه في فجوة تنافسية مع أندية النخبة العالمية. تصريحات مدرب العين عن الفروقات ورغم طموح سالم الدوسري بعد التأهل كلها بتعكس هذا الواقع. طيب، وعلى صعيد اللاعبين في قلق شوية بخصوص إصابة إمبابي اللي غاب عن آخر مباراة لريال. والأهم يمكن خبر بلينغهام، تأكد إنه بيسوي جراحة في الكتف بعد البطولة، وهذا غياب طويل حوالي 3 شهور. رح يغيب عن بداية الموسم الجاي مع الريال. وهذه مش بس إخبار سيئة للاعبين وفرقهم، دي بتثير سؤال أكبر وأعمق عن إرهاق اللاعبين وجدول المباريات المزدحم جدا، خصوصا مع بطولة بهذا الحجم وبهذا التوقيت. إصابة بلينغهام دي اللي احتاجت جراحة هي تذكير بالضغط الهائل، ضغط بدني وذهني كبير على اللاعبين في القمة. هل فعلا بندفعهم لأقصى حدودهم؟ إذن لو حبينا نلخص أهم النقاط من هاليومين،
هيمنة متوقعة أوروبية ولاتينية في كأس العالم للأندية، بس مع إنجاز كبير للهلال. سوق انتقالات نشيط جداً، ونافذة الانتقالات الخاصة بالبطولة بتضيف بعد استراتيجي جديد. والنقطة الأخيرة، الضغط البدني الكبير على اللاعبين وتأثيره. تماماً. وهذه هي ملامح خليني أقول الوضع الطبيعي الجديد لكرة القدم العالمية. منافسات أكتر، إدارة أعقد للفرق واللاعبين، ومع ذلك المواجهات الجاية في دور ال16 زي الريال مع يوفنتوس أو السيتي مع الهلال أكيد بتكون مثيرة. ونظام خروج المغلوب دايما ممكن يجيب مفاجآت حتى لو الأوراق بتقول غير كده. العيون كلها الآن على الأدوار الإقصائية في كأس العالم للأندية، وكمان بنتابع معاكم سوق الانتقالات طبعاً. ويبقى السؤال الأخير للتفكير: إلى أي مدى فعلا نافذة الانتقالات دي اللي أثناء البطولة ممكن تغير شكل المنافسة على اللقب؟ يعني هل ممكن نشوف فريق يقدر يدعم صفوفه بشكل حاسم في نص الطريق للكأس؟ ممكن تضيف دراما غير متوقعة أبدا.